مثلا المرأة النكدية. المرأة النكدية دي مع عنوان لمرأة من المجتمع، لكن حتة النكدية دي بتعذب الحولة وبتعذب بيتها، والمعذب اكتر هو بيكون الراجل. لكن انا بقول لاي زول متزوج مرأة نكدية اصبر، لانه حسب المعطيات انت من اهل الجنة. اصبر ليه؟ اديك للمعطيات لانه هو من اهل الجنة. المتزوج مرأة نكدية من حاجة جميلة نمرة واحد، لسانه من ذكر الله ما بقيف كثير. النهار كله يكون شغال حسبي الله ونعم الوكيل، لا اله الا الله، حسب لسان ذاكر. لو هي ما كانت نكدية ما كان لسان ذكر، بيكون انسان ذاكر. دي واحد. اثنين، بيغض النظر، لانه حقيقة بتكرهوا لك النسوان شد طبعا لاي مرة كويس. نمرة ثلاثة بيكون محافظ رشيق من امراض الدنيا دي، بيكون زول خفيف كده، لانه حقيقة نفسه مسدودة ما بياكل اساسا، ما في نفس ياكل بيها، لانه بيدخل يده في اللقمه بتيجي هاجمه عليه انت وفعلتك، بخلي اللقمه بيمشي، ما بكون دايما شبعان كده، بكون زول يعني كويس. الفائده الرابعه المهمه، بتغوص صله الرحم، لانه الراجل ما بيجي البيت طوالي، تلقي لا في عمات وخالات وبنات خالته بلفلف لحد اخر الليل، يجي زول نوم ما تدور البيت وعشان كده ما يمشي وين، يعمل كلها زيارات. هنا هي نكديه، لكن بهناك يعني سعادته في ناحيه ايجابيه جو صلة رحمه. ايوه بقى ما بينظر. حياه كثيره جميله يعني. شكرا لك استاذ عادل فرج الله، يعني حقيقي